لو فاكر ان الصين لسه واقفه على الحياد ومش بتدخل في اي حروب يبقى لازم تعيد حساباتك وتشوف الفيديو ده. من ساعات قليله الصين قررت انها تتدخل في حرب ايران بس بطريقتها. هقول لك ازاي الصين بقت لاعب اساسي في كواليس الحرب ومن غير ما تضرب اي طلقه ولا حتى تعادي امريكا. ايه بقى اللي حصل فجاه وخلى الصين تتحرك بالشكل ده؟ القصه بدات باجتماع مهم جدا حصل في بكين بين وزير الخارجيه الصيني وانج يي ووزير خارجيه ايران عباس عراقشي، وده حصل النهارده الاربع 6 مايو. وده قبل ايه بقى؟ قبل ايام قليله من قمه مرتقبه ما بين الرئيس الامريكي ترامب ورئيس الصين شي جين بينج. وفي نفس الوقت امريكا دلوقتي بتطلب من الصين انها تستخدم نفوذها على ايران، وده علشان تفتح مضيق هرمز. وزير الخارجيه الامريكي مارك روبيو طالب المسؤولين في الصين ان هم يستغلوا زياره عراقشي دي علشان يخلوا ايران بالبلدي كده تفك الدنيا شويه. يعني ببساطه واشنطن نفسها معترفه ان بكين بقت لاعب اساسي، وده في حد ذاته تحول كبير ان امريكا تطلب من منافس ليها انه يتدخل في الازمه. والصين هنا مش مجرد وسيط، يعني مش كلامه بس، لدرجه ان عراقجي اللي بيزور الصين لاول مره من بدايه الحرب بيقول ايه بقى؟ ان دلوقتي ممكن نحل مساله مضيق هرمز في اقرب وقت. وده بيدينا انطباع ان الصين بتحاول تتدخل وتحل، وده معناه ان في دور للصين اقليمي ودولي بيتشكل دلوقتي. ايه بقى سر قوه الصين في الملف الايراني ده؟ الاجابه مش سياسيه بس، لا دي اقتصاديه كمان. الصين عشان تبقى عارف هي اكبر مشتري للنفط الايراني، يعني اي كلمه من بكين ليها وزن عند طهران، وكمان ليها علاقات قويه مع دول تانية داخله في المشهد زي باكستان مثلا وكمان دول الخليج. ده غير انها قادره تقدم وعود باعاده الاعمار واستثمارات حقيقيه في طهران على الارض، وده بعد الحرب. عايز اقول لك ان ده سلاح خطير جدا ومش عند ناس كتير. هل ده بقى معناه ان الصين بتنافس امريكا وبتقدم نفسها على انها القطب الثاني عالميا؟ الصوره هنا بتتعقد شويه. في خبراء بتقول ان الصين بتحاول تحجز مكان ليها في اي ازمه عالميه جايه. يعني مثلا زياره وزير الخارجيه الايراني كانت دعوه من بكين. يعني الصين هنا ما بقتش مجرد بتتفاعل او بتعلق على احداث او تقول بيانات وتعبر عن رايها في الازمات العالميه، لا دي كمان بتستدعي اطراف الصراع وبتتكلم وتتفاوض وقادره يكون ليها تحرك فعلي على الارض. بس هل ده بقى اول مره الصين بتعمل فيها كده؟ الحقيقه لا. الصين قبل كده لعبت دور في التقارب ما بين ايران وما بين السعوديه في 2023، وكمان شاركت في محاولات تهدئه في نزاعات تانية من اسيا بقى لاوروبا، لكن دايما كانت بتختار توقيت دخولها بهدوء. يمكن كانت بتكون عايزه تتدخل لما يكون في فرص النجاح اكبر. ايه بقى اللي ممكن يحصل بعد كده؟ قمه رئيس امريكا والصين المفروض تكون الاسبوع اللي جاي، والملف الايراني شكله كده كده هيكون على الترابيزه قدامهم. واهم سؤال عندي، هل احنا بقينا في مرحله الصين قادره على قياده العالم دبلوماسيا في الوقت اللي ناس كتير شايفه ان التحركات الامريكيه بتسبب توتر وتؤدي لحروب؟ فالصين بتحاول تقدم نفسها كقوه مستقره بتحترم القواعد والقوانين الدوليه، والفرق ده ممكن يخلي ناس كتير تشوف الصين بديل لامريكا، وده في اي تفاوض جاي او قدره اكبر على التدخل في المشاكل العالميه. فهل الدور ده بقى هيكبر ويتحول لقياده فعليه ولا هيفضل مجرد تدخل محسوب؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني بعد قمه ترامب وشي.